بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم دكاترة وازيكم باشمهندسين، طلابنا حبايبنا طلاب الصف الأول الثانوي الأزهر. ازيكم يا رجالة، أخباركم ايه؟ خلاص بقى بنوصل للختام وبنوصل مع مراجعة ليلة الامتحان وأهم الأسئلة المتوقعة أو توقعات الجبر وحساب المثلثات. يعني النهارده ان شاء الله بامر الله هنبدا نحل مع بعض الاسئله المهمه، بعض الاسئله المتكرره، بعض اسئله الامتحانات بمعنى اصح. نبدا نبص عليها، مش شرط الاسئله دي هتيجي الصبح تلاقيها في الامتحان، ممكن تلاقي اسئله مشابهه ليها، ممكن تلاقي افكار قريبه منها كده ان شاء الله. نبدا يا رجاله. قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على خير الانام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ونبدا يا رجاله كده بسم الله نحل سؤال ونشوف فكره معانا بنحلها ازاي يعني بنتعامل معاها ازاي. ممكن تبقى افكار مرت عليك قبل كده، ممكن تبقى افكار اول مره تشوفها، فهنحاول ان شاء الله نعمل لك كوكتيل كده حلو ولذيذ ولطيف من الاسئله والتمارين اللي هتعجبك ان شاء الله. بسم الله. في البدايه يا صديقي يا محترم، عايز ايه يا مستر؟ الراجل بيقول لك مرافق العدد 2 زائد التاء لكل اس 2. اولا هو المرافق انا بغير اشاره التخيلي، مظبوط. فحد يقول لي 2 ناقص التاء لكل اس 2، اقول له لا 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 لا. في البدايه كده احنا لازم نظبط دي الاول، هي اسمها 2 زائد التاء الكل تربيع. فلازم نفكها. هتفكها ازاي؟ هربع الاولاني اصبح 4، الاول في الثاني في 2، 2 في 2 يبقى 4 تاء. هربع الاخير تاء تربيع اللي هي بسالب 1، انا حافظها بقى على طول تاء تربيع. والله يا مستر رحت لقيت 4 ناقص الواحد طلعت لي 3 زائد 4 تاء. اوعى تختارها، اوعى. ليه؟ علشان ده كده انا لسه ببسط المساله، لسه ما جبتش المرافق. احنا بعد ما بسطناها تعالى بقى نروح نجيب المرافق. اصحى بالله عليك، دي اسئله الامتحانات. هغير اشاره التخيلي اصبح 3 ناقص 4 تاء، ودي هلاقيها معاك في الاختيارات والاختيار هنا ده. فاوعى حد يروح يختار 3 زائد 4 تاء، ما تستعجلش. الامتحان يا رجاله عايز تركيز، الامتحان عايز هدوء، عايز واحد مركز، عشان انت لو مش مركز في اسئله كتير هتضيع منك. واحنا بنقول اسئله كتاب المدرسه ده مهمه عشان العام والازهر. اول سؤال اكمل. الراجل بيقول لي ابسط صوره لعدد تخيلي اهو، خلصنا منه يا مستر وزهقنا من حل الحاجات دي. تاء اس 43، وانا اتفقت مع حضرتك يا صديقي لو الاس هنا فردي بتعمل ايه؟ والله يا مستر انا بنقص واحد، انا بشرح لك اهو. وبعد كده شوف لو يقبل الاسم على الاربعه بعد ما نقصت، او لا يقبل على الاربعه. لا يقبل القسم على الاربعه. لو يقبل الاسم على الاربعه يبقى ت، ما يقبلش الاسم على الاربعه سالب ت، وخلصنا من الدرس ده. طب يا مستر ده 3 تاء اس 43، طب ما تنقص واحد 42 اقسمها على الاربعه. ما بعرفش اقسمها يا مستر، هات الاله الحاسبه ما تخافش. 42 على الاربعه طلعت، ما طلعتش رقم صحيح، طلعت كسر فما نفعتش، يبقى الناتج سالب تاء يا برنس من غير ما تفكر كتير، بس كده. يبقى الاس الفردي لو نقص واحد قبل اسم على الاربعه بتاء، ما قبلش سالب تاء، خلاص. طب بعد كده إذا كان جذر المعادلة الحلوة دي حقيقيين متساويين فإن لام. طب ما ده كلام كويس قوي. بص أنا شغال على الجذور. أول حاجة يا صديقي روح تجيب ألف على جنب كده، ألف معامل السين تربيع 1. هات لي الباء معامل السين سالب 6 بإشارتها. هات لي الجيم الحد المطلق لام. ده كلام كده عنب قوي قوي قوي. خلوا لي غامق كده، ماشي. الراجل قال لك الجذرين حقيقيان متساويان. طب ما احنا عارفين الشرط هنا ان المميز باء تربيع ناقص 4 ألف جيم هيساوي 0. حقيقيان متساويان يبقى المميز يساوي 0. حقيقيان متساويان المميز يساوي 0. يلا بينا. الباء اللي هي سالب 6 هربعها يا صديقي، 36 ناقص 4 فيه الالف بواحد الجيم بلام، كل ده بتساوي 0 والسؤال كده خلص. انقلها بقى يبقى 4 في لام ب4 لام بتساوي 36، واقسم لي على 4. 36 على 4 فيها التسعة، يبقى اللام تطلع ب9 والسؤال كده خلص. يبقى السؤال ده قايم بس ان انت تكون حافظ قانون حقيقيان متساويان الشرط بتاعها ايه. طيب حساب مثلثات. اذا كانت سيتا ما بين 0 و90، محتاج اشرح لك الكلمه دي يعني ايه. سيتا ما بين 0 و90 يا دكتوره يعني كده تقع في الربع الاول، يبقى انا شغال في الربع الاول فالاشارات كلها موجب. جاء 2 سيتا بتساوي استنى بقى، الراجل جاب لك حاجه حلوه. جاء 2 سيتا بتساوي جتا 3 سيتا. هات لي سيتا. اقول له استنى، هي امتى الجاء بتساوي الجتا؟ في حاله واحده بس، لو الزاويتين 2 سيتا زائد 3 سيتا بتساوي 90 بس يا صديقي. يبقى اقول كمان مره، الجا بتساوي الجتا، الظا بتساوي الظتا، القا بتساوي القتا. لما الزاويتين بتساوي واحده بتساوي اختها، الجا بتساوي الجتا، يبقى مجموعهم ب 90 على طول. فانا هجمع 2 و3 هلاقي يا صديقي ان 5 من سيتا طلعت ب 90، اقسم على الخمسه
90 قسمة 5 هوب الناتج يطلع 18. يبقى السيتا يا صديقي تطلع ب 18. طب هو يا مستر مديني دي ليه؟ دي ليه؟ عشان اتاكد ان الزاويه اللي انا جايبها في الربع الاول ما تزيدش ولا تنقص ولا تروح في ربع تاني. السؤال 4. مدى الداله الحلوه اللي قدامي دي؟ صلى الله على سيدنا محمد. ماشي. بص يا صديقي، الراجل قايل لك 3 على الاثنين جا سيتا، هيجي يسالك في واحده من الاثنين، هيجي يقول لي المدى، هقول له المدى الرقم اللي هنا ده بناخده مره بالسالب يبقى سالب 3 على الاثنين، ومره بالموجب 3 على الاثنين بس يا صديقي. يبقى الرقم اللي قدام الجا او الجتا بيسمى المدى. وفي بعض المسائل يقول لك مثلا ده اسمه ايه؟ ده اسمه القيمه الصغرى، يبقى القيمه الصغرى. ده اسمه ايه؟ ده اسمه القيمه العظمى. فممكن يقول لك القيمه العظمى هقول له 3 على الاثنين، القيمه الصغرى سالب 3 على الاثنين. حاجات بسيطه واسئله بتتكرر. السؤال رقم 2 بقى، اختر المعادله اللي قدامك دي من الدرجه الكام؟ من غير ما افكر كتير عشان ما اغلطش، دي من الدرجه الرابعه. ايه يا عم الحاج ده؟ هي ايه الدرجه؟ الدرجه اللي هي الاسس، وده كانت عندك في الاعدادي. طب هنا الدرجه كام او الاس كام؟ واحد يقول لك اس 2، اقول له استنى شويه. ليه؟ بص كده يا صديقي ما تستعجلش، دي س اس 2 مضروبه في س ناقص الواحد مضروبه في س زائد الواحد، كل ده بصفر. فاذا لو انا نزلت س اس 2 دي وخدت دول ضربتهم س في س هلاقيها س اس 2 سالب 1 في موجب 1 بسالب 1، صح؟ هدخل س اس 2 هنا، 2 في 2 يبقى هنا 4 ناقص س اس 2، فبناخد اكبر درجه يا صديقي. دي كده اسمها الدرجه. دي اسمها ايه يا معلم؟ الدرجه. واحد يقول لك طب ما انت عندك برضو 2 درجه اهو. لا، والراجل بيقول لك بقى الدرجه بتاعتي بناخد اكبر درجه او اكبر اس موجود في المساله اللي هي الدرجه الرابعه او س اس 4 بس. حاجات عبيطه خالص وحاجات بسيطه يا سيدي. اللي بعده، اذا كان جذر المعادله دي حقيقيين مختلفين فان الميم تبقى بكام؟ طيب ماشي، حقيقيين مختلفين هاجي هكتب القانون يبقى باء تربيع ناقص 4 ألف ج أكبر من صفر. حقيقيين مختلفين المميز أكبر من صفر، حقيقيين متساويين المميز يساوي صفر، غير حقيقيين المميز أصغر من الصفر. طيب الباء عندي اللي هي 3 هربعها 9 ناقص 4 في الألف بواحد، الجيم بسالب م أكبر من الصفر. يلا بينا يلا بينا. إيه ده؟ مظبوط كده؟ ما 4 دي صح. يبقى معايا 9 سالب هنا يبقى موجب 4 م أكبر من الصفر، صح؟ أيوه. عدي لي ال9 هنا نقلناه يبقى معاك 4 م أكبر من ال9. اقسم لي على ال4 بالسالب بقى، ده هتروح بالسالب. اقسم لي على السالب 4 يبقى م أكبر من سالب 9 على 4 اللي هي سالب 2 وربع. صح كده؟ صلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهو 9 على 4 اللي هي 2 وربع، يبقى سالب 2 وربع. يبقى ايه الرقم اللي اكبر من سالب 2 وربع؟ السالب 2. الله، مش دي سالب 3 سالب 4 سالب 4 مش دول اكبر منها؟ يا عم عيب عليك عيب عليك، انت مش صغير. يا خط الاعداد اهو. ماشي، هنا صفر هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 بالسالب. انا بقول لك الرقم مثلا بتاعك سالب 2، هو ايه اللي اكبر منه؟ ده الاكبر، صح؟ ده الاصغر، كل اللي جاي ورا السالب 2 اصغر منه. يعني ده كده اصغر، كل ده اصغر من السالب 2، صح كده؟ انا عايز اللي اكبر من 2 وربع هي الاثنين اللي قبلها سالب 2 وربع، اللي قبلها على طول تبقى سالب 2 عشان دي اعداد سالبه يا رجاله. حلو السؤال. اذا كان مجموع قياسات زوايا اي مضلع في الدنيا ب 180 في ن ناقص 2 حيث ن عدد الاضلاع، فان قياس زاويه المثمن بالقياس الدائري. سيبك انت من الهبل ده، زاويه الايه يا حبيبي؟ المثمن. الراجل بيقول لك مجموع قياسات زوايا الشكل، يبقى انا هاجي اهوت يا صديقي واقول كده مجموع قياسات زوايا الشكل الثماني اللي هو المثمن يا عم، هتبقى عباره عن الراجل قايل لك ايه؟ 180 تروح تضربها في ن ناقص 2، ما هو ن 8 ناقص 2 6، يبقى يطلع 180 في الستة. استناني بقى، ايه؟ ما هو 180 في الستة الزوايا كلهم. الراجل قال لك لا استنى، انا عايز قياس زاويه، يبقى الزاويه الواحده بايه؟ مش هو ثماني منتظم؟ يبقى كلهم شكل بعض. يعني اعمل ايه من غير بقى ما اروح اوجع دماغي؟ هقول 180 في 6 واقسم كله على 8. طب انا قسمته على 8 ليه يا دكتوره؟ عشان عايز كل زاويه فيهم بكام. فما تعملش كتير على الاله حاسبه، قول لي 180 في 6 اقسم كل ده على 8 تطلع 135. يبقى زاويه المثمن الواحده ب 135، كل واحده ب 135. طب الراجل عايزها بالقياس الدائري، والله سهله. هعمل ايه؟ هاجي انا بقى بحولها ازاي؟ باخد الرقم 135 الباي فوق وال180 تحت،
هحسبها ازاي؟ بص اكتب باي كده اهو، واقسم انت 135 على 180، هوبا طلعت 3 على 4. يبقى الناتج 3 باي على 4. هلاقيها اهي، 3 باي على 4 اللي هي اصلا ب 180. يبقى القانون ده قانون كويس. لو انا عايز اجيب مجموع قياسات اي شكل في الدنيا، ن ناقص 2 في 180. طب لو انا عايز اعرف كل زاويه فيهم، بقسمها على ن اللي هو عدد الاضلاع. ده كلام محترم. اذا كانت ايه يا عم الحاج؟ 2 جتا سيتا بتساوي سالب جذر 3، اركن دي على جنب. ايه المعطيات الثانيه؟ الراجل قال لك بقى خلي بالك ان سيتا ما بين الباي وما بين 3 باي على الاثنين. ما هي الباي دي 180 و270، يبقى دي تقع في الربع الثالث. يبقى انا عرفت ان الزاويه بتاعتي في الربع الثالث. هات لي سيتا. حلو، هقسم على الاثنين، لقيت والله ان جتا سيتا يا صديقي طلعت بسالب جذر 3 على الاثنين. حلو، لو انا حبيت امشي وراك واقول شيفت قوسين سالب جذر 3 على الاثنين، اقفل القوس، لقيت الزاويه بتاعتي طلعت ب 150. الزاويه طلعت بكام؟ ب 150. هروح انا بقى اختار 150 في الاختيار لو لقيتها، وده غلط. ليه؟ عشان الزاويه في الربع الثالث، و150 اللي انا جبتها دي مش في الثالث. طب الحل هنا ايه؟ لا، الحل هنا يا صديقي ان انا ماليش دعوه بالسالب ده اهي، بشيلها. السالب دي معناها حاجه من الاثنين، معناها ان الجتا موجوده سالبه فين؟ الجتا سالب في الربع الثاني، تعمل كده اهو، والربع الثالث. يبقى انا عاوز اجيب الزاويه في الربعين الاثنين، ماشي. يبقى انا شلت السالب اللي هنا يا رجاله، وزعتها على الربعين. قول لي بقى شيفت قوسين جذر 3 على الاثنين على الاله الحاسبه، ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها جذر 3 على الاثنين؟ ال 30. تروح تقول له هي ال 30 في الثاني ايه؟ اهو الربع الثاني. لو انا عاوز اجيب الزاويه هقول له 180 ناقص 30 طلعت لي ب 150، ده صح. طب لو انا عايز اجيب الربع الثالث، من الشاطر اللي هيقول لي يبقى 180 زائد 30 تطلع لي ب 210. يبقى الزاويه اللي الجتا بتاعتها سالب جذر 3 على الاثنين دول. بس استنى، الراجل حدد لك حاجه واحده، قال لك لا يا صديقي انا عايزها الربع الثالث، يبقى المفروض 210. يبقى المفروض انا بقى اقعد احسب دول واشوف ايه اللي فيهم 210. طب انا لو مش عارف او عايز اعملها على طول، هروح اقول له 210 على 180 والزق جنبها باي. يلا بينا، يلا بينا. 210 على 180 هوبا 7 على 6. يبقى الناتج يا برنس 7 على 6 باي، وده الاجابه الصحيحه، والاختيار هنا د. 7 باي على 6. الرياضه سهله يا رجاله، والله الرياضه سهله، ما نخافش منها. مقالي، اوجد قيمه كاف الا تجعل احد جذري المعادله الحلوه دي معكوس ضربي للجذر الاخر. ما انا عارف القانون ده، انا عندي معكوسين وكل حصه هقولهم لك عشان بيجوا في الامتحان. المعكوس الجمعي تروح تقول يبقى الب بتساوي 0، المعكوس الضربي تروح تقول يبقى الالف هتساوي ج. يلا بينا، يلا. خد بالك من حاجه بقى، انا عايز اكتب المعادله دي. بص يا برنس، 4 كاف س تربيع زائد 7 س زائد كاف تربيع زائد الاربعه. بص يا اصدقائي، المعادله التربيعيه لازم تبقى 3 حدود. يعني ايه؟ يعني فيها س تربيع جدع، وفيها س شاطر، وفيها حد مطلق اوبا. يعني هو ده كده الالف ب4 كاف جدع، وهو ده كده الباء اللي هي 7 باشارتها، وده كده كله الجيم الحد المطلق. يعني ايه يا مستر؟ يعني الجيم ده ممكن يبقوا حدين او 3 او 4 او 10، ممكن هنا يبقى حدين، انا مالي. فجمع السينات وجمع السين، اجيبهم كده 3 حدود. يلا نطبق، يلا بينا. الالف بتساوي الجيم، الالف اللي هي 4 كاف هتساوي الجيم اللي هي ده اهي كاف تربيع زائد الاربعه. انقل دي معاها، اصبحت كاف تربيع ناقص 4 كاف زائد 4 بتساوي 0. يلا نحلل او مود 5 3 بالاله الحاسبه، هيطلع معايا 2 2 سالب سالب عكس ده 2 عكس ده 2، يبقى الكاف في الحاله دي طلعت بكام يا دكتوره؟ ب2. يبقى قيمه كاف لا تجعل احد جذري المعادله هنا معكوس ضربي للجذر الاخر هي 2. ولو قال معكوس جمعي يبقى الباء بتساوي 0. الحاجات دي تخلي بالك منها وتركز فيها يا صديقي. كل ده بتساوي ايه؟ حلو الكلام. هروح اقول لك صلى الله على سيدنا محمد، اجيب لك جا سيتا بتساوي جا 750 جتا 300 زائد جا سالب 60 زتا 120 وسيتا مش عارف ايه. هات لي السيتا. انت قدامك حل من الاثنين، يا اما تمسك دول كلهم كده تروح تحسبهم لي بالاله الحاسبه على طول،
وتقول لي جا سيتا بتساوي الرقم ده وتجيب قيمه السيتا وده صح. انما لو السؤال جاي لك مقال لازم يتعمل خطوات، انما لو جه اختياري اكتب دول كلهم على الاقل حسب. تعالى انا اقول لك بقى الخطوات بتاعتنا ايه. يلا يا باشا احنا مش عايزين ابديت ولا حاجه، يلا بينا. هنروح نقول يا برنس هنا جا سيتا هتساوي، يلا ادا جا 750 انا ما اعرفهاش، فاقول له 750 ناقص 360. هنقص منها 360 يبقى 750 ناقص اهو، ناقص 750 ناقص 360 هوبا 390 كبير، ناقص 360 كمان مره طلعت 30، يبقى دي جا 30 في جاتا 300. تعالى بقى افكرك، احنا قلنا معايا الارقام اللي هي 30 و60 و45 ومعايا 90 و180 و270 و360. الفكره ان انا بشكل باخد واحده من هنا مع واحده من هنا، يا زائد يا ناقص، دي الدوال المنتسبه. فاقول له خلاص يبقى دي كده هقول جاتا ال 300 هقول 360 ناقص 30 وده صح. 360 ناقص 60 يا عم، ناقص 60 ماشي. الراجل بيقول لك هنا جا سالب 60، هقول له لا احنا عارفين في دالتين اتنين بس اللي بياكلوا السالب، الجتا والقا، دول بيشيلوا السالب خالص، بيشيلوها، فدي مش هتشيلها هتتحط قدامها، يبقى اسمها سالب جا 60 في زتا 120. تعالى اعملها لي بقى من هنا، هقول 180 ناقص 60، فاقول كده زتا 180 ناقص 60. كمان خطوه، هو الحل كده اعمل ايه يعني؟ جا سيتا اهي، ها يا باشا تساوي، احسب جا 30 سيبها زي ما هي في 360 مش هتحول، 360 ناقص هتطلع زي ما هي جاتا 60، 360 ناقص الربع الرابع فالجاتا نفس الاشاره ناقص ادا جا 60 في ال 180 ما بتحولش يبقى اسمها زتا 60 زي ما هي. طب 180 ناقص الربع الثاني الزتا السالبه يبقى هنا موجب. انت عارف انت بقى في المقالي انت تعمل اللي انا عملته ده كده بالظبط. وبعد كده احسب الاله الحاسبه بقى. تيجي تقول يا عم الحاج جا سيتا، خد بالك عايز تحسب كل واحده لوحدها احسب، يعني هروح اقول مثلا ايه ساين 30 اقفل القوس في كوزاين ال 60 اقفل القوس طلعت بربع، يبقى هنا دي كده ربع، تكتب كده اهو زائد جا 60 تقول له ساين 60 اقفل القوس في زتا 60 هعمل شرطه كسر واحد انزل تحت تان 60 اقفل القوس هوبا نص. بس يا عم، بس يا سيدي، ايه رايك بقى في الدلع والحلاوه والجمال ده؟ نجمع رجاله هلاقي هنا ان جا سيتا هتساوي ربع زائد النص 3/4، يعني 3 على 4. طيب استنى بقى، هو ما حددش انهي ربع، فخلي بالك من حاجه. هتقول لي الزاويه دي تقع في ربعين اتنين، هي موجبه في الربع الاول لازم تجيب لي اتنين يا جدعان، وموجبه في الربع الثاني. طب هتجيب الاثنين ازاي؟ هتمسك الاله الحاسبه، ما هي مش لازم تطلع 60 و30 و50 و90 والحاجات دي، ممكن تطلع ارقام غريبه يعني. هقول شيفت قوسين، لا شيفت ساين، شيفت ساين الرقم ده اللي هو 3 قسمة 4 اقفل القوس عليها يساوي 48 كومات 48 35. يبقى الزاويه يا صديقي طلعت اول حاجه هنا 48 درجه 35 دقيقه 25 ثانيه، ده صح. ارجع نقصها من 180 هتطلع الزاويه معاك 131، يبقى الزاويه الثانيه 131 درجه 24 دقيقه 34 ثانيه. خلي بالك ان لازم تجيبها في الربعين. طيب ليه؟ عشان الراجل هنا ما حددش، الراجل قايل لك الزاويه ما بين الصفر و 360 يعني على الشبكه كلها. كلام حلو جدا. السؤال الرابع، اوجد قيمتي الف وباء التي تحققان المعادله الاتيه. اول واحده 12 زائد 3 الف ت تساوي 4 ب ناقص 27 ت. جينا في شرح الاعداد التخيليه او الاعداد المركبه قلنا الجزء الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي. فالجزء الحقيقي اللي ما فيش فيه ت هنا 12 و4 ب، فتروح تقول 4 ب هتساوي ال 12 اقسم، يبقى هنلاقي ان الب طلعت ب3. دي اول واحده يا صديقي، جدع. خد التخيلي مع التخيلي، ماشي. هلاقي ايه؟ 3 الف، خلي بالك باشارتها، بتساوي سالب 27. اقسم على ال3 لقيت ان الالف بسالب 9، جدع برضه. انا كده خلصت، يبقى انا كده جبت الالف والب. يبقى في الاعداد التخيليه يا دكاتره الحقيقي يساوي الحقيقي، وما المقصود بالحقيقي؟ اللي ما فيش فيه ت، والتخيلي بيساوي التخيلي وخلاص. اللي بعد كده دي متباينه حلوه، ماشي. الراجل بيقول لك هنا ايه؟ س زائد الواحد ناقص الاثنين اصغر من او يساوي صفر. طيب هو يعني ايه اصغر من او يساوي صفر؟ يعني انا عاوز يا صديقي الجزء السالب
مع الجزء اللي يدينا صفر. طيب ما ده كلام حلو. اول حاجه بنحول المتباينه الى معادله. يلا يا ولا، بنحول المتباينه لايه؟ لمعادله. يعني فك كده، اضرب س في س هلاقيها س تربيع، س في 1 هلاقيها س ناقص ال2 هساويها بالصفر. واحد يقول لك بتساويها بالصفر ليه؟ ما هو انا عشان اعرف احل المتباينه لازم تبقى معادله قدام. طيب بعد كده يا صديقي هروح احلل الكلام ده وهقول والله هنا س وهنا س، عددين ب2 طرحهم بواحد، الواحد في ال2 اخير سالب يبقى كبير زي اللي في النص وده عكسه. جبت عكس ده 1، جبت عكس ده -2، وبعد كده قدها خط اعداد -2 1. احنا قلنا الاشاره ايه؟ مثل واللي في النص عكس. هي الس تربيع اشارتها موجب، يبقى هنا موجب يا صديقي وهنا موجب يا صديقي وهنا سالب يا صديقي. تعالى بقى، الراجل عايز ايه؟ اصغر من او يساوي. انا عايز السالب والصفر، يبقى الحته ده اهي. يبقى الفتره بتاعتك هتبقى الفتره -2 و1 فتره مغلقه، عشان هي دي الفتره اللي فيها سالب. طب انت قفلتها ليه؟ عشان في يساوي، وانا اصلا اللي يساوي دول يعني بيدينا صفر، وانا عاوز اصلا الايه؟ الرقم الصفري. بحبك في الله يا صديقي، يا رب تكون الحاجات دي سهله بالنسبه لك. ماشي. زاويه مركزيه قياسها س مرسومه في دائره طول نصف قطرها 18. يبقى تاكد ان انت قرات نصف القطر وليس القطر، نصف القطر. وتحصر قوسا طوله 26، القوس اللي هو لام طوله 26 هات بالقياس الستيني. هو القانون بيقول لك ان س دائري بتساوي هندسه لام على نق، فاذا س دائري بتساوي لام اللي هي ايه؟ 26 نق اللي هي كام؟ 18. عايز تبسط بسط، عايز تسيبها سيبها، بس استنى، ده القياس الدائري. طب انا عايزه ستيني. اوبا، اعمل ايه بقى؟ مين فاكر؟ هروح اضرب في 180 على الباي، صح كده؟ عشان ده دائري، يبقى من الدائري للستيني 180 على باي. احسبها انت بقى. طبعا باي دي 22 على 7 او 3.14. احسبها لي بالاله الحاسبه، هات الاله الحاسبه واحسبها على بعضها كده لوكشه واحده. فنقول 26 في 180 قسمه 18 في 3.14. هوبا احسبها كلها كده وكلها قول لي اس دي طلعت 82 لا كومات بقى، كومات. يبقى 82 درجه 48 دقيقه 9 ثواني يا هندسه. ما تخافش منها، تطلع رقم حلو رقم وحش مش بتاعتك. طبقت انت قانونك وعملت اللي عليك. تعالى في السؤال ده، عشان السؤال ده كان بيخوف عيال كتير. إذا كان مجموع الأعداد الصحيحة المتتالية، الراجل كاتبها لك كده 1 زائد 2 زائد 3 زائد نقط 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 زائد النون، يعطى بالعلاقة. أنت بتيجي تشوف العلاقة دي بتخاف ليه؟ نون على الاثنين 1 زائد النون. فكم عدد الصحيحة المتتالية ابتداء من العدد 1 ليكون المجموع 210؟ العيال كلها خايفة من السؤال ده، معرفش ليه، ده سؤال أهبل. هو كله راح بص من هنا وهعد لحد، لا ده هبل. هو قال لك كان المجموع يساوي يا حبيبي 210. شوف السحر اللي هيحصل، انا هساوي المجموع ده ب 210. يعني ايه؟ يعني هقول نون على الاثنين في 1 زائد النون، كل ده بتساوي 210. وتخيل بقى ان السؤال كده خلص. هو عايز يعرف نون دي يا رجاله العدد بس. اضرب في 2 عشان اخلص من الاثنين ده اهي. اضرب هنا في 2. 1 في نون بنون، نون في نون بنون تربيع. 2 في 210 0 42. انقلها لي، اصبحت نون تربيع زائد نون ناقص 420 بتساوي 0. حللها، انا مش عارفها وتتعب نفسك ليه؟ من معايا آلة حاسبة. بص هقول له مود 5 3 1 يساوي ده اهو، واحد كمان واحد يساوي ماشي سالب 420 يساوي مره يساوي 20 مره يساوي سالب 21. يبقى نون مره ب 20 نون بسالب 21 وده مرفوض عشان ما فيش عدد بالسالب. يبقى عدد الاعداد لو انا بدات من الواحد يكون مجموعها 210 هي 20 عدد. هو عايز بقى العدد بتاعهم دول هو ال 20 رقم دول يا صديقي. تخاف منها ليه؟ هو قال لك ج ده المجموع، يبقى انت هتاخد ده كله وتساويه بالرقم. قال بقى 210 قال 30 قال 70 قال 100 بتساويها بالرقم ده وخلاص. اظن كده احنا خلصنا. لا ده لسه في سؤال اهو، ده لسه في سؤال. يلا معايا سؤال كمان. الراجل بيقول لي اذا كان جا سيتا بتساوي 4 على 5 ماشي. خد بالك سيتا ما بين 90 و180 يعني الربع الثاني. من غير ما افكر كتير هعمل لها مثلث كده اهو، انا حفظته لك، واقول له ادى السيتا هي الجاه مقابل على الوتر من فيثاغورس 3. مهم جدا تعمل المثلث ده. تعالى بقى انا هحل على طول. ال 180 ما بتحولش فالجاه هتفضل زي ما هي جاه سيتا 180 ناقص الربع الايه الثاني فالموجب. ال 360 مش هتتحول فهتطلع ظا سيتا، بس 360 ناقص الربع الثالث يبقى الاشاره هنا سالب.
ال 270 هتحول الجا يبقى اسمها جتا، يبقى زائد 2 جتا سيتا. 270 ناقص الربع الثالث، يبقى الاشاره هنا سالب، خلي بالك من الكلام. هات لي جا سيتا، عندك 4 على 5 ناقص الظا بقى مقابل على المجاور، مقابل على المجاور يبقى 4 على 3. بس استنى، ايه انت شغال في الربع الايه يا معلم؟ الثاني معناه ان الظا والجتا هيكونوا سوالب، الجا بس اللي موجب، خلي بالك. يبقى سالب 4 على 3. استنى بقى، لا 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 لا، هي ايه ده؟ في سالب، ماشي. والظا هنا هتبقى سالب 4 على 3 يبقى موجب، ناقص 2 في الجتا بقى. تعالى هنجيب الجتا ايه بقى؟ مجاور على الوتر 3 على 5 معاها سالب، يبقى موجب 3 على 5. احسب لي بقى الكلام ده كده كله بالآلة الحاسبة. طبعا هنا 6 يبقى 10 على 5 ناقص 4 على 3 تطلع 10 على 3. احسبها انت على الآلة الحاسبة، 10 على 3. تعالى انا احسبها لك، هقول لك برضه شرطة كسر 4 على 5 زائد شرطة كسر 4 على 3 زائد 2 في 3 6 على 5 هوبا يساوي 10 على 3. والاجابه هنا مظبوطه. خلي بالك ان الربع الثاني ده مهم جدا، الجا بس اللي موجب، يبقى الجتا والظا سوالب، الجتا والظا يطلعوا سوالب. كان في هنا سالب فغيرتها عشان هي جايه من هناك سالب، وكان في هنا سالب غيرتها عشان جايه من هنا سالب. اظن النموذج الاول من نماذج كتاب المدرسه في الجبر وحساب المثلثات. الراجل بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. اذا كان لام وميم هما جذر المعادله س تربيع ناقص 7 س زائد 3 فان لام زائد الميم. طيب هو الراجل طلب منك طلب غريب قوي، قال لي لام زائد الميم. هو لام زائد الميم يعني ايه؟ يعني جمع او مجموع الجذرين. بس يا صديقي مجموع الجذرين. طب دي مش بيشبه عليك بحاجه ومش ما تشبهش عليها بحاجه. ايه يا مستر؟ احنا قلنا لام زائد الميم اللي هو المجموع لها قانون، ولام في ميم لها قانون. مين فاكر؟ والله يا مستر احنا قلنا مجموع الجذرين ده عباره عن سالب باء على الف، لام في ميم ده عباره عن ج على الف. طب يا مستر هو ايه اصلا الف؟ ايه هو باء؟ ايه هو ج؟ معلش يعني بالراحه عليا اقول لك يا صديقي، الف ده اسمه معامل السين تربيع، الباء اسمها معامل السين، الجيم اسمه الحد المطلق. طب يا مستر معلش برضه هو يعني ايه معامل؟ معامل السين تربيع يا صديقي يعني الرقم اللي قدام السين تربيع، معامل السين يعني الرقم اللي قدام السين. فاذا انا عاوز المجموع، يبقى القانون بتاعي سالب باء على الف. هاجي هنا اقول سالب باء اللي هو الرقم اللي قدام السين ده سالب 7 يعني موجب 7. واحد يقول لي السالب راحت فين؟ هقول له سالب السالب بقت موجب على الف اللي هو الرقم ده اللي هو الواحد، فالناتج يطلع معايا 7. 7 هلاقيها معايا في الاختيارات. بسيطه وسهله، انا واخدك واحده واحده وبشرح لك اهو. اللي بعده إذا كان جا سيتا بسالب 1، الراجل بيقول لي هنا بص يا صديقي جا سيتا بتساوي سالب 1 وجاتا سيتا حاضر، وبرضه جايب لك جاتا سيتا طلعت بصفر. هات لي سيتا. أولا عشان أقدر أفهمك السؤال ده وما تحفظوش لازم أقول لك حط لي سيتا في الزوج مرتب. ماشي. الزوج مرتب يتكون من إيه؟ أيوه دي اللي أنا عاوز أسمعها منك، جاتا وجا عشان أحتاجها كتير. الجاتا عندي بصفر والجا عندي بسالب 1. فالمفروض انا اقول لك ايه الزاويه اللي بتجمع ما بين الاثنين؟ ان الجاتا بتاعتها بصفر والجا بسالب 1. هتقعد بقى تستخدم آلة حاسبة هتوه منك شويه. بس انا شرحت لك يا صديقي في الدرس ده وقلت لك خلي بالك من الحته اللي انا هقولها دي عشان دي مهمه جدا جدا فوق ما تتصور. وقلت لك تحفظها وخلي بالك منها. اهو الشبكه التربيعيه دي موجود عليها هنا صفر، هنا 90 اللي هي باي على الاثنين، هنا 180 اللي هي باي، وهنا صلى الله على سيدنا محمد 3 باي على الاثنين اللي هي 270، وطبعا 360. الزوج المرتب بتاع الصفر ده عباره عن 1 وصفر، وهنا عكسه صفر وسالب 1. طب هنا يا صديقي ده عباره عن 1 وصفر جدع، وهنا عباره عن صفر وسالب 1 بس. ايه ده؟ ده صفر وواحد، ده العك كده انا اسف، ده صفر وواحد بس كده. كل زوج مرتب من دول يتكون من جتا وجا. فلو انا جيت قلت ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بصفر والجا بتاعتها بسالب 1، هنا يا باشا العكس. سبحان الله احنا بادئين هنا العكس، ده عكسها على طول، ده هيبقى سالب 1 وصفر. تعالى بقى بص لي كده معلش، ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بصفر والجا بتاعتها سالب 1؟ الجتا بصفر والجا سالب 1 دي عشان الزوج مرتب يا باشمهندسه جتا وجا، فهي الزاويه هتبقى 270. فانا اروح اختار 270 اللي هي 3 باي على الاثنين. يبقى افضل حاجه واحسن حاجه واسهل حاجه احفظ دول على طول. هنا يا صديقي بيبقى عباره عن ايه؟ 1 وصفر، وهنا عكسها سالب 1 وصفر، صفر وواحد، صفر سالب 1. اظن مش صعبه تحفظها. هنا جتا وجا اهو، كل واحده من دول جتا وجا اهو، كل واحده من دول دي تحفظها كده عشان هتسهل عليك مسائل كتير فوق ما تتصور.
صعبه ابدا وقلناها في الشرح. المعادله التربيعيه التي جذرها دول، قدامي حاجه من الاثنين، يا اما اخد المعادلات دي واحلها بقى بالقانون العام، يا اما اوجع دماغي ليه؟ هقول له انت مش جايب لي الجذرين؟ اللي هم ايه بالمناسبه؟ الجذرين هم 2 ناقص 3 تاء، والتاني 2 زائد 3 تاء. في معلومه عايز اقولها لك، ايه؟ ان الجذران المركبان مترافقان، يعني ممكن راجل يجيب لك جذر واحد، يجيب لك مثلا 2 ناقص 3 تاء، وانت تروح على طول تقول له الثاني 2 زائد 3 تاء، دي ثابته حبيبي. الجذران المركبان مترافقان، دول على طول واحده سالب الثانيه، على طول كده. طيب، فكل اللي هطلبه من حضرتك هتروح تجيب لي المجموع اهو، المجموع، وهتروح تجيب لي حضرتك حاصل الضرب، بس كده، ده اللي انا عايزه منك. ايه ده؟ هو المجموع ده مش سالب بقى الالف؟ ايوه، انت ما عندكش معادله اصلا. انا جايب الجذرين، يعني هعمل ايه؟ يعني هجمع دول. الله، يعني انا هروح اقول كده 2 ناقص 3 تاء زائد 2 زائد 3 تاء، بالظبط كده. الله، واروح اضربهم برضو. يعني انا هقول 2 ناقص 3 تاء في 2 زائد 3 تاء، بالظبط كده. يا حلاوه يا حلاوه. طب ما يلا بينا، ما هي سهله اهي. 2 زائد 2 4، ودول راحوا مع بعض، شاطر. يلا نضرب. 2 في 2 ب4، موجب في سالب بسالب، 3 في 3 ب9، ت في ت بت تربيع اللي هي سالب 1، فتطلع 13. كمان مره، 2 في 2 ب4. بص بقى، سالب 3 في 3 بسالب 9، طب ت في ت بت تربيع اللي هي سالب 1 تتحول لموجب 9. فاذا المعادله كان لها قانون معايا يا صديقي، بيقول لي ايه؟ شوف المعادله ايه؟ س تربيع ناقص مجموع الجذرين س زائد حاصل الضرب. الله اكبر. فأدا يا صديقي س تربيع ناقص مجموع الجذرين كام؟ 4، يبقى 4 س زائد حاصل الضرب كام؟ 13. ايه الهنا ده؟ ايه الدلع ده؟ دي هلاقيها؟ ايوه، بس خلي بالك من حاجه، س تربيع ناقص مجموع الجذرين س زائد، فناقص المجموع يبقى ناقص 4 س، حاصل الضرب 13. دي هلاقيها في الاختيارات، س تربيع ناقص 4 س زائد 13، والاختيار يا صديقي هنا باء. خلي بالك بالله عليك وانت بتختار، وركز قوي 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 في الاشارات، وركز انت مختار ايه وسايب ايه. حاجات بسيطه وسهله محتاجه رجاله تحلها. طيب، اللي بعد كده، اذا كان احد جذري المعادله س تربيع ناقص م زائد 2 س زائد 3 معكوسا جمعيا. هو انا قبل ما اقول لك معكوس جمعي محتاج اكتب المعادله دي. س تربيع ناقص م زائد 2 س زائد 3 تساوي 0. عارف كتبتها ليه كده؟ عشان اقول اللي هنا ده كده اسمه الف، يبقى الف ده بواحد. اللي هنا ده كده يا حبيب قلبي كل ده كده اسمه ب، يبقى ده ب. اللي هنا ده كده الحد المطلق اسمه ج. دي خلي بالك منها. طيب تعالى بقى. نعم، هو انا شرحت لك معكوسين يا صديقي؟ والله ادا معكوس واحد جمعي بعمل ايه؟ 2 ضربي بعمل ايه؟ لو معكوس جمعي فقلنا الباء بتساوي 0. معكوس ضربي قلت الالف بتساوي ج. ما انا قلت لك انا جاي النهارده مش هحل لك، لا ده انا جاي اشرح لك كمان، جاي ادلعك، جاي بص اظبط لك الدنيا. يلا بينا. فمعكوس جمعي الب بتساوي 0. طب ما دي الب، يبقى انا هاخدها على بعضها. انا سالب م زائد الاثنين تساوي 0 بالسالب. هقسم على السالب ملوش لازمه مع الصفر، يبقى م زائد الاثنين تساوي 0. انقلها يبقى م يا هندسه طلعت بسالب 2. بس خلاص، هلاقيها والاختيار هنا ج. مسائل حلوه، افكار امتحانات، ركز لي فيها. طيب، ماذا بعد؟ صوت شغال. ادخل على نأكمل يا عم. الداله اللي قدامك دي موجبه فين؟ ماشي، ادام قال موجبه سالبه يبقى ده درس بحث الاشاره. طيب، فين الداله؟ الداله اهي، داله س. حاطط لي هنا سالب س ناقص الواحد، وهنا س زائد الاثنين. ماشي. اول حاجه في بحث الاشاره اخد الداله بتاعتي يا صديقي اساويها بالصفر، دي اول حاجه. فانا هاخد الكلام ده اللي هو كده سالب س ناقص الواحد س زائد الاثنين اساوي الكلام ده بالصفر. ركز بقى. في بعض الطلبه تروح تقول لك انا هفك القوس ده يا مستر، هقول له صح، وبعد ما تفكه هحلله. هتحلله ايه؟ قوسين. طب هم جايين قوسين، الله، يعني انا مش هفك؟ لا، دي سهله. طب ايه بقى؟ انا احل على طول، بس عايز اقول لك حاجه، امتى افك وامتى ما افكش؟ انت عارف افك امتى؟ لما يكون في هنا رقم تساوي 2 3 سالب 1 اكبر من 5 في رقم، انما طول ما في صفر ما تفكش. يعني اعمل ايه؟ يعني هتاخد القوس الاول تساويه بالصفر.
طب والسالب دي مالكش دعوه بيها، سيبها، مالكش دعوه بيها، مالهاش لازمه. اهو هتبقى س ناقص الواحد تساوي صفر، اذا س طلعت بواحد، جدع. الثانيه س زائد الاثنين تساوي صفر، اذا السين بسالب 2، جدع. يا مستر نعم. طب السالب ده اهي مضايقاني، مالكش دعوه بيها يا ولد. انا هقول لك السالب دي فايدتها ايه دلوقتي. احنا طبعا عشان نعرف الاشاره بنروح نعمل خط الاعداد الحلوه اهو. طيب الرقم الاولاني كام؟ واحد. هنا فين الواحد؟ ادي هنا الواحد. والتاني سالب 2. طيب احنا قلنا دي داله تربيعيه. حلو بقى، عرفت منين اللي هي تربيعيه؟ اقول لك. علشان انا في الاصل لو فكيت س في س، لو جيت فكيتها هتطلع س تربيع. شاطر. السالب ده هتتحط قدام الس تربيع بقى. السالب هتضرب كل القوس، هتغير كل اشاره القوس، وانا اللي باقي في القوس ما يلزمنيش، انا اللي يلزمني اشاره الس تربيع، عشان دي اللي بحدد عليها. فهمت بقى؟ يبقى انا اصلا لو ضربت س في س بس تربيع، بس في بره سالب هتغيرها. فاحنا قلنا يا صديقي وحفظنا لك، قلنا هنا مثل وهنا مثل وهنا عكس. طيب مثل اشاره الس تربيع اللي هي سالب، هنا سالب سالب سالب، وهنا سالب سالب سالب، هنا موجب موجب موجب. بس خلاص خلصت. راجل بيقول لك ايه يا حبيبي؟ موجبه. الله اكبر. موجبه في الجزء ده اهو. يبقى معاك الفتره من سالب 2 الى 1 فتره مفتوحه. من سالب 2 ل 1 فتره مفتوحه، ما ينفعش اقفلها عشان الرقمين دول لو انا قفلتهم هيدونا صفار، وانا مش عايزها صفر، انا عايزها موجب بس، موجب متشفيه. فعلى طول قلناها في الشرح فتره مفتوحه. انما لو انا عايز الثانيه الكبيره قلت لك في الشرح برضو فرق الفتره المغلقه. كمل يا صديقي. اني احبك في الله فصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اولا الزاويه التي قياسها 930 تقع في الربع. انا عارف الاربع. اولا هاخد 930 ده رقم كبير، هنقص منه 360. يلا يا آلة حاسبه. يلا بقى فين؟ رحت فين الآلة الحاسبه؟ بسم الله هناك اهي. طيب اهو ماشي يا عم، ماشي يا عم. خلاص ها خبطنا الكرسي. ماشي ها يلا قول لي 930 ناقص 360 هوبا انا 570. ايه ده بقى؟ ده رقم كبير. خلاص ناقص 360 ناقص 360 هوبا 210. الله اكبر. تعالى بقى 210 تقع في الربع الكام؟ الربع الثالث، مش الثاني يا عم. اهو لو كنا غلطنا فيها قبل كده في الشرح في سنه من السنين كانت لخبطه، يعني انا مش هعرف الاربع. سبحان الله. اهو يا معلم الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. الاول من 0 ل 90، من 90 ل 180، من هنا لحد 270 360، فدي تقع في الربع الثالث. اهو يا عم ادي. المستر غلط فيها، المستر مش عارف الاربع. يا حبيبي مش عارف الاربع ايه؟ انا بقالي 15 سنه بدرس، بس اتلخبطت فيها. بدل ما اقول 210 في الربع الثالث قلتها في الربع الثاني. يا عم انا اسف اتلخبطت يا جدعان. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي بعده يلا الربع الثالث. جاتا سيتا. الراجل جه قال لك بقى جاتا سيتا هنا بنص، واقف. الجا سيتا هنا بسالب جذر 3 على الاثنين. ده كلام حلو. فإن سيتا نفس اللي أنا عملته قبل كده هعملها في زوج مرتب. بقول له سيتا هتساوي الجا بتاعتك سالب لا الزوج مرتب جاتا وجا. الجاتا عندك نص والجا سالب جذر 3 على الاثنين. تعالى بقى دي زاوية ما اعرفهاش، فلازم هسأل نفسي سؤال مهم قوي. هي الزاوية دي تقع في الربع الكام؟ الزاوية دي يا صديقي تقع في الربع الرابع. الله، عرفت منين؟ من الإشارة. الإشارة دي موجب وده سالب، وانا عارف ان ده موجب وموجب، سالب وموجب، سالب وسالب، موجب وسالب، يبقى الزاويه تقع في الربع الرابع، وده مهم جدا. ده مهم تعرف الزاويه فين. طيب بعد كده اعمل ايه بقى؟ هقول لك انا. هو الربع الرابع هيكون 360 ناقص الرقم اللي هيطلع. دي مش جاتا فهتمسك الاله الحاسبه وتقول كده شيفت اهو بص خد دي بس قوسين النص. خد الموجبه ما تاخدش السالب. شفت قوسين النص تطلع كام؟ الزاويه تطلع بكام؟ ب 60. الزاويه اللي الجاتا بتاعتها نص هي ال 60. تروح تقول لي 360 ناقص 60، الزاويه تطلع معاك يا صديقي 300. بس يا باشا، بس يا باشا، فخلي بالك منها. طب لو ما فيش هنا سالب يبقى تقع في الربع الاول تبقى 60. طب لو سالب وسالب تقع في الربع الثاني. تروح تقول يبقى 180 ناقص 60. تعمل كده كل ربع له مميزه بتميزه. الثاني 180 ناقص، الثالث 180 زائد، الرابع 360 ناقص. دول تخلي بالك منه. اختر كمان. يلا المعادله التربيعيه التي جذراها ضعف جذري المعادله دول. اوبا 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 اوبا.
السؤال ده ممكن يتحل بطريقتين، ان انا ممكن اخد الاله الحاسبه دي واقول له مود 5 3 على الاله الحاسبه، تمام؟ واشوف الجذور ايه واروح اضاعفها، ماشي؟ بس مش هتطلع معايا، خلي بالك من دي، عشان 5 لو انا ضربت 1 في 2 ب2، 5 و2 7 مش هتطلع 8، فالاله الحاسبه مش هتطلعها لك، خلي بالك يعني. طيب هطلع جذور مركبه، فاعمل ايه يا مستر؟ اعمل ايه؟ هقول له بقى ركز عشان السؤال ده هيطول شويه. هقول له نفرض ان المعادله اللي احنا عايزينها اهو، المعادله المطلوبه، تعال اشرحها لك بقى بالخطوات. الجذرين بتوعهم استنى بقى، المعادله التربيعيه التي جذرها ضعف جذري المعادله دي، استنى. المعادله المطلوبه ان الجذرين بتوعها ضعف دول، طب استنى بقى عشان ايه اظبطها لك اهو. هروح اقول له المعادله المعطاه اللي انت جايبها لي اصلا، ماشي؟ هفرض ان الجذرين بتوعها اسمهم لام وميم، عشان المعادله المطلوبه الجذرين بتاعها ضعف، يعني ده ضعف ده، يبقى المعادله المطلوبه الجذرين بتاعها 2 لام و2 ميم. خدت بالك من حاجه؟ قايل لك كون المعادله التي جذراها الجذرين بتوعها ضعف جذري دول، فانا هفرض دي بلام وميم، يبقى ده ضعفها 2 لام و2 ميم. تعالى حل بقى. احل يعني ايه يا مستر؟ هقول لك يا معلم، هات لي مجموع الجذرين، هات لام زائد الميم من دي، وهات لام في ميم من دي، من المعادله الحلوه اللي جايه دي. يلا مجموع الجذرين سالب بقى على الالف، سالب 8 على الاثنين هتطلع 4. حاصل الضرب ج مع الالف يعني 5 على الاثنين، ماشي؟ هروح لدول ايه؟ هروح برضو اكتب العرض المجموع، هجمع دول معايا 2 لام زائد 2 ميم ما يتجمعوش، بس ممكن اخد 2 مشترك، يبقى لام زائد الميم. شاطر. طب ادي 2، ما انا عندي اصلا لام زائد الميم ب4، اوبا يبقى 2 في 4 يبقى المجموع ده طلع ب8. ايه الدلع ده؟ هات الضرب برضو، انزل تحتهم اهو وهات الضرب. ضرب ايه؟ هضرب دول في بعض، يبقى 4، 2 في 2 ب4، لام ميم. حلو، ادي 4 فيه لام ميم بكام؟ 5 على الاثنين. الله، 2 1 2 2، يبقى الضرب ده طلع كام؟ 10. ايه الحلاوه دي؟ انت عايز المعادله؟ ما انا حفظتها. س تربيع ناقص المجموع بكام يا حبيبي؟ 8 س زائد حاصل الضرب بكام يا حبيبي؟ 10. بس يا صديقي، وهذه المعادله اللي انت عاوزها المطلوبه. كلام جميل قوي، مسائل حلوه، مسائل رايقه، مسائل كتاب المدرسه دي ومسائل نماذج كتاب المدرسه، مساله امتحانات. خلصنا شيء عشان نصحصح ونفوق معاك ونشغل البصله دي شويه. مساله جميله وحلوه، يا ريت تراجعها وتشوف انا فرضت ازاي. انا قلت المعادله المعطاه اللي انت جايبها لي دي الجذرين بتوعها لام وميم دي ضعفها، عشان قال لك كون المعادله التي جذرها ضعف دي، فدول يبقى ضعف ده. اقرا السؤال صح، بلاش تستعجل. سؤال رقم 3 بقى مقالي، بيقول لك ضع العدد ده في ابسط صوره. طيب بص يا صديقي، ابسط صوره صلى الله على سيدنا محمد هو 2 ناقص 3 ت وعلى 3 زائد 2 ت. هو ايه المقصود بابسط صوره يا مستر؟ انت لازم تكون فاهم. ابسط صوره يا صديقي ما ينفعش ان العدد المركب يكون في المقام، يعني ما ينفعش ت في المقام، فعشان كده بنروح نقول بضرب في المرافق بتاعه بسطا ومقام. مرافق المقام يبقى 3 ناقص 2 ت و3 ناقص 2 ت. فدلوقتي انا قلت لك مرافق العدد المركب بغير اشاره التخيلي، براجع لك اهو. طيب هنضرب ازاي يا مستر؟ سمي لك كده وجمد قلبك وخليك جواد جدع. يلا هضرب بالتوزيع، هاخد 2 هضربها في كل دول، 2 في 3 ب6 ناقص 2 في 2 ب4 ت. يا رب يكون مشغل معايا. انقل على السالب 3 ت، سالب 3 في 3 تطلع لك سالب 9 ت. برافو. سالب في سالب بموجب، 3 ت في 2 ت ب6 ت تربيع، وت تربيع بسالب 1 تبقى سالب 6، يبقى ده كده سالب 6. خلي بالك من الاشارات، اللي تحت برضه بالتوزيع بس ده انا عارفهم. بضرب الاول في الاول بس، 3 في 3 ب9 ناقص الثاني في الثاني بس، سالب في موجب بسالب، 2 في 2 ب4، ماشي؟ ت في ت تربيع يعني موجب 1. خليك سريع بقى، نطلع على البسط. سالب 4 ت سالب 9 ت يبقوا كام؟ يبقوا سالب 13 ت. جمعت 6 طارت مع السالب 6 ما تطير، 4 و9 13 عادي، شيل 13 مع ال 13 فالناتج يطلع في ابسط صوره يا معلم سالب ت، ودي اسمها ابسط صوره. يبقى المقصود يا صديقي بابسط صوره هو ان انا ما ينفعش اخلي فيه ت في المقام، فلو في عدد مركب في المقام بضرب في المرافق بتاعه بسطا وايه؟ بحبك في الله يا صديقي، هو مقام. اللي بعد كده 4 جاء س ناقص 3 اوجد مجموعه الحل، اوجد س.
السؤال بقى بص اهو، هنا اسمه ايه؟ 4 جا سيتا ناقص 3 بتساوي 0. هي جا سيتا المفروض جا تربيع، عشان جذر 3 على الاثنين تبقى لها جذر كده. جا بس ماشي، هنشتغلها جا بس عادي ما تزعلش. انا كنت بحسبها فيها تربيع بس خلاص نمشيها كده. هحل معادله يا حبيبي، معادله انت خايف ليه؟ يعني ايه؟ استنى بقى. السؤال هنا ممكن يجي زي ده كده، يجي يقول لك ايه؟ اوجد سيتا، او السؤال ممكن يجي يقول اوجد مجموعه الحل. ماشي، اصحى بقى عشان هشرح لك السؤال. الفكره ان انا بحل، انقل الثلاثه هنا نقلتها، يبقى معايا 4 جا سيتا بتساوي 3، اقسم على الاربعه عادي جدا. فاذا لقيت يا صديقي ان جا سيتا طلعت ب3 على 4. برافو. كل اللي انا هعمله همسك الاله الحاسبه بتاعتي وهكتب كده، بص شيفت ساين 3 على 4 بس، والاله الحاسبه هتحسبها عادي، هيطلع لك رقم اهو ما تخافش. فبص يا صديقي، المساله معاك اهي، شيفت ساين شرطه كسر 3 على 4، اقفل عليها القوس عشان الجو الساقعه، طلعت 48 مش عارف ايه، اضغط كومات، يبقى الزاويه طلعت معايا بص 48 درجه 35 دقيقه 25 ثانيه. برافو. هنا بقى ممكن السؤال ده يبقى غلط من ناحيه ايه؟ الراجل لازم يحدد لك الربع. ايوه، قال لك سيتا تنتمي ما بين الصفر وباي على الاثنين، علشان دي كده اي بص هكتب لك معلومه نوع خلي بالك منها، اي داله مثلثيه لها زاويتين، يعني لازم يطلع لك زاويتين. بعمل ايه؟ بروح اقول هي 3/4 دي موجبه، يبقى الجا موجبه فين؟ في الربع الاول. المفروض اعمل كده على فكره، والربع الثاني، واروح انا بص، لا ده الراجل حدد لي من صفر لباي على الاثنين، يبقى هو عايز الربع الاول بس، يبقى ده الاجابه الصح. طب لو قال من صفر لباي يبقى هو عايز الربع الاول والثاني. طب لو قال لك من صفر ل2 باي يبقى قال لك الشبكه او الدايره كلها، شبكه التربيعيه كلها او الاربع كلها. فلو قال لك من صفر ل2 باي لازم تجيب الربع الاول والثاني. طب الثاني يعني ايه؟ تروح تقول 180 ناقص الرقم اللي طلع ده بس. هو عايز الربع الاول بس، يبقى هي دي الزاويه الصحيحه بتاعتك يا صديقي اللي بحبك في الله. ربنا يصلح حالك يا حبيبي، ربنا يوفقك يا ابني يا رب، واشوفك احسن الناس. السؤال اللي بعده 4 ألف، إذا كانت الدالة دي من ح إلى ح يعني مجالها ح، الدالة دي ارسم منحنى الدالة من 1 ل7 وعين من الرسم إشارة هذه الدالة. أولا الرسم مش موجود عندي بس أنا هقوله لك عشان أظهر أصلا، ممكن يعني يرخم عليه يقول له ارسم مع إن حاجة مستبعدة، بس هقولها معاه عشان ما حدش يقول لك ما رسمناش. أهو هقولها يا جدعان مرة واحدة. دالة س تساوي سالب س تربيع زائد 18 س ناقص 15. اصل هتلاقي عيل دلوقتي يقول لك ايه؟ لا يا مستر احنا عندنا في الازهر بيرسموا يا مستر، احنا يقعد يطخن ايه صوته كده عشان نخاف منه. يا حبيبي ما فيش حاجه اصلا، ما بيجيش رسومات يعني في الامتحانات النهائيه، ما بيجيش رسومات يعني انا بس اديني قلتها لك بقى، ما تزعلش وما تزعليش يا ستي، الازهر ده حبايبي ما نقدرش نزعله. هنرسم، يلا يا عم نرسم. يا خبر ابيض اهو يا عم، فاكر انت القرف ده؟ هتروح تعمل جدول كده اهو يا عم، يلا ما تزعلوش اهو اعمل لي جدول يا عم. اصل في ناس، في واحده طالبه بعتتها لي تقول يا مستر انا مش عارف ارسم. عيب عليك، مش عارفه ترسمي؟ ده الرسم بتاع الاعدادي والله. اهو يا عم هعوض الفتره دي، هقول له 1 2 3 4 5 6 7. اعمل ايه؟ هاخد الداله ده اهي واعوض، حطي 1. امسكي الاله الحاسبه انت بقى، اكتبي كده سالب 1 الكل تربيع زائد 8 في 1 ناقص 15 بس. انا بقى ايه هعوض بالاله الحاسبه على طول. يلا هقول سالب 1 تربيع سالب 1 زائد 8 ناقص 15 ناقص 15 طلعت معايا سالب 8، يبقى هنا سالب 8. هعوض بالسبعه برضو عشان اظبط واحده قصاد واحده، اشيل دي واحط 7 يبقى سالب 7 تربيع زائد 8 في 7 ناقص 15. ايه ده؟ لا استنى ناقص 15 طلعت سالب 8. اصلا دول لازم يبقوا قصاد بعض، قلنا في الاعدادي يعني. عوض لي ب2 يبقى سالب 2 تربيع عن سالب 4 زائد 8 في 2 ناقص 15 هوبا هتطلع سالب 3. دي هتبقى زيها بس تعال برضو نتاكد. يلا سالب 6 تربيع زائد 8 في 6 ناقص 15 هوبا برضو سالب 3 اهو، واحده قصاد واحده. عوض ب3 سالب 3 تربيع عن سالب 9 زائد 3 في 8 ناقص 15 هوبا طلعت بصفر، يبقى ده هي صفر وده هي صفر خلاص. عوض بالاربعه سالب 4 تربيع عن سالب 16 اهوت زائد 8 في 4 ناقص 15 طلعت يا حبيبي ايه ده؟
صفر برضو، صفر برضو، اتاكد منها معلش. لا ده انا عاملها 16 ايه، ده 15، ما ينفعش صفر اصلا، تقطع في 3 نقط ازاي؟ طلعت واحد. انا اسف، كنت عامل دي على الاله حاسبه 16 وهي 15. خلاص طيب يا عم نرسم بقى، يلا يا ولد. اهو ادي صفر، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه. هي ايه من واحد لسبعه؟ اه ماشي، كبر ده يبقى ده ملوش لازمه يعني. ماشي 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 ماشي. اهو اربعه، ها ادي خمسه، ادي سته، ادي سبعه. ارسم يا حبيبي يلا. الواحد قصاده ايه؟ سالب 8. ماشي، هتلاقي بقى الرسمه هتطلع لفوق كده اهو. بص 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 كده، هوبا 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 هوبا. يلا ها بسم الله. سالب واحد، سالب 2، سالب 3، سالب 4، سالب 5، سالب 6، سالب 7، سالب 8. يلا يا ولد ها. واحد معاه سالب 8، حط نقطه اهو. الرسم بتاع الاعداد يا جدعان، بتاع العيال الصغيره. 2 قصادها سالب 3، 2 عند السالب 3 اهو. التلاتة عند الصفر اهو. الأربعة عند الواحد، الأربعة عند الواحد فوق اهو. ماشي. الخمسة عند الصفر اهو. الستة عند السالب 3 اهو. السبعة عند السالب 8 اهو. وصل المنحنى هوبا 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 هوبا. شكله وحش؟ ماشي انت اللي وحش اهو يا ابني. ماشي، عشان بس يبقى احنا ايه نعرف نظبط لك الدنيا شويه، عشان انت بترسم بقى بايدك يا عم الحاج، مالكش دعوه بيا. ماشي هوبا 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 اهو يا عم الحاج اهو. بص هوبا اهو. بس يا باشا ادينا رسمت. ومن الرسم عايز ايه بقى؟ ابحث الاشاره. حاضر. يبقى هنا موجب، خلي بالك اهو 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 اهو. ايه ده؟ انا اسف انا اسف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لخبطتوني. ها اللي تحت محور السينات سالب 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 سالب. اللي فوق محور السينات هو اللي موجب. خدت بالك من حاجه؟ اللي تحت اي حاجه تحت محور السينات سالب، اي حاجه فوق محور السينات بالموجب. فاذا الراجل عايز الاشاره، فاروح انا اظبط نفسي بقى واقول لك تحفظها كده على طول، عشان لو هي جات لك مرسومه تعرف تعمل ايه. هو ممكن تيجي مرسومه، متوقع في الامتحان بتيجي مرسومه. فلو جات لك مرسومه تقوم انت واخد ناقل الرقمين دول اللي هما كام؟ الثلاثه والخمسه، صح؟ تقوم ناقلهم هنا كده الثلاثه والخمسه. ماشي. اللي بينهم اشارته ايه؟ موجب، تحط هنا موجب. واللي براهم ايه؟ سالب، يبقى هنا سالب سالب، هنا سالب سالب. بس فهمت نقلت دي ازاي؟ تاخد الرقمين دول يا دكتور اللي هو قطع عندهم اهم. اي حاجه فوق محور السينات بالموجب، اي حاجه تحت محور السينات بالسالب. طيب الراجل عايز يقول لك الاشاره ايه؟ تروح تقول له موجبه بقى. اكتبها هنا. حاضر. هروح اقول له الاشاره موجب من الفتره المفتوحه ما بين 3 ل 5. طيب الاشاره سالب ما بين فرق الفتره المقفوله، قلناها من 3 الى 5 يا صديقي. اديني رسمتها، اديني عينت الاشاره. ها حشو الحجه بقى. رسم عادي بتاع الاعدادي اهو يا عم. قلنا الرسم يا جدعان، ما حدش يقول لي بقى ايه ارسمها لي تاني. لو جت احنا عرفنا الرسم خلاص. طيب اللي بعده. طيب اذا كانت السين بدي، السين بتساوي 3 زائد 2 ت، دي خلصان. طيب والصاد عباره عن 4 ناقص 2 ت على 1 ناقص ت. ماشي. فاوجد س زائد الصاد في صوره عدد. هات لي س زائد الصاد. طيب اولا عشان اقدر اجيب س زائد الصاد لازم ولا بد ان يكون السين والصاد في ابسط صوره. هسال نفسي هي دي ابسط صوره؟ ايوه دي يا صديقي ابسط صوره. صوره حلوه جميل، مفيش في المقام. دي مش ابسط صوره. اعمل ايه؟ ابسطها. ازاي؟ هروح برضو اشتغل نفس اللي انا كنت عامله حالا. ادي يا باشا 4 ناقص 2 ت، وادي 1 ناقص ت. واحنا بنجيب ابسط صوره ازاي؟ بضرب هنا فوق وتحت في مرافق المقام، يبقى 1 زائد الت يا معلم، 1 زائد الت يا برنس. بس ايه الحلاوه دي؟ يلا نبسط. يلا بقى احنا عرفنا اللعبه. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الاربعه بالتوزيع، 4 في 1 ب4. ماشي. 4 في ت يبقى موجب 4 ت. شاطر. سالب 2 انقل بقى. سالب 2 في 1 سالب 2 ت. جدع. سالب 2 في موجب ت يبقى سالب 2. ت في ت، ت تربيع يعني موجب 1. بغير الاشاره. 1 في 1 ب1 ناقص ت في ت بت تربيع يعني موجب 1. هروح ابص البسط. هنا بقى هجمع اهو. هلاقي البسط 2 زائد الاربعه دول ب6 يا صديقي. خلي بالك 4 ت ناقص 2 ت تبقى موجب 2 ت. ايه الجمال ده؟ على 1 زائد الواحد 2. ماشي. اعمل ايه بعد كده؟ هنا بقى بنعمل حاجه جميله قوي، بنقسم. بقسم كل اللي فوق على الاثنين، يعني الاثنين بتتقسم على ده وتتقسم ده برضه. 6 على الاثنين فيها الثلاثه زائد 2 على الاثنين فيها الواحد يعني ت. يبقى الناتج بتاع الصاد في ابسط صوره بيساوي 3 زائد الت. ايه الجمال ده بقى؟ انت عاوز مني ايه يا حبيبي؟ تعالى
ده الراجل عاوز منك س زائد ص يا ولا. يا سلام. طب ما هي س اهي يا ولا ب3 زائد 2 تاء يا ولا زائد الصاد اهيت يا ولا 3 زائد التاء، يبقى الناتج كام يا واد يا واد يا معسل؟ 3 و3 6 و1 و2 3 ت. ايه الجمال، ايه الحلاوه دي، اقسم بالله. يبقى لازم ولا بد ان كل واحده فيهم تبقى في ابسط صوره. ابسط صوره يعني ما ينفعش ت في المقام، فتاخد كل واحده فيها ت تخلص منها. بحبك يا صديقي. انقل على السؤال، اخر سؤال بقى، السؤال 5. اوجد في ح مجموعه حل المتباينه دي. ماشي، بص يا صديقي، س تربيع زائد 3 س ناقص 4 اقل من او بتساوي صفر. اولا دي متباينه، وعشان اقدر احلها لازم اخليها معادله، عن لازم اساويها بالصفر. بس انا محتاج اقرا دي يعني ايه. اقل من او بتساوي الصفر، يبقى انا عاوز حاجتين اتنين. عاوز ايه؟ عاوز الاعداد السالبه، وعايز الاعداد اللي بتطلع صفر عشان فيه يساوي. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت هحتاج اهو، هاخد دي اخليها معادله. يعني ايه؟ يعني س تربيع زائد 3 س ناقص 4 تساوي صفر. ماشي، اتفضل بقى اعمل لي مود 5 3 لو ما تعرفش تحلل وحلل، او انا هحلل. انا حتى لو اظهر والسؤال جالي مقالي وانا ما بعرفش احلل، هقول س وس. همسك الاله الحاسبه اقول مود 5 3 يساوي، هتطلع لي سالب 1 و4، اغيرهم هنا. يعني الارقام اللي الاله الحاسبه تطلعها لك تغيرها في الاقواس. افهم كلامي صح. او انا عايز احلل بقى عشان ما الخبطش نفسي، اقول له عددين ب4 طرحهم 3، الواحد في الاربعه، الاخير سالب كبير زي اللي في النص، ده موجب وده عكسه سالب. هجيب عكس دي موجب 1، هجيب عكس دي سالب 4. وبعد كده يا اصدقائي، او انا حاطط على ايه الشبكه بتاعتي دي سالب 4 و1 اهو. اللي انا بقوله لك الاله الحاسبه هتيجي تطلعها لك، الاله الحاسبه هتطلع لك 1 وسالب 4. انت لو انت عاوز تكتبها جوه الاقواس، افهم كلامي صح، لو انت عايز تكتبها جوه الاقواس يعني تغير، لو هي طلعت 1 تكتب جوه القوس سالب 1، طلعت سالب 4 تكتب جوه القوس 4. انما لما اجي اخدهم باخدهم بالارقام اللي طلعت على الاله الحاسبه عادي. طيب دي داله تربيعيه، واحنا قلنا يا صديقي في الشرح مثله، وقلنا هنا مثله وهنا عكس. مثل اشاره السين تربيع يبقى هنا موجب وهنا موجب وهنا سالب. طيب لو انا مش عارف مثله وعكس، هات رقم اكبر من 1 وليكن 2 او 3 وعوض هنا في كل دي هتلاقيها بالموجب. هات رقم ما بين الواحد والسالب 4 وليكن 0 وعوض، وهات رقم هنا وعوض. انت عاوز ايه بقى؟ السالب. يبقى الاجابه عندك من السالب 4 للواحد، عشان هو ده الجزء السالب يا معلم. طيب مفتوحه ولا مقفوله؟ استنى، امشي تبع اللي هو عايزه. في يساوي يبقى انا هقفلها عشان اقدر كده اقول لك انا خدت الصفر بس خلاص. يا عم صعبه. طب لو قال لي موجب، او اقول لك حاجه ثانيه، لو قال لي اكبر من او يساوي، يبقى انا عاوز الجزء الموجب ومعاها الجزء الصفر. طيب خلي بالك بقى من اللي هتيجي دي، يبقى انا هقول له خلاص اهو اكبر من او يساوي. شوف الحل، الجزء ده موجب، يبقى انا هقول له ح فرق من سالب 4 لواحد. فتره ايه، مفتوحه ولا مقفوله؟ هنا بقى فتره مفتوحه. ليه؟ عشان انا قلت لك على طول عكس ده، عكس ده على طول، عكس الاشاره ده. لو في يساوي خلي بالك في ح بالذات، ح بتقلب، ح بتغير. ايه ده اللي انا بقوله ده؟ اعوذ بالله. الفرق بتقلب وبتغير، الفرق ده بتغير العلامه. لو في يساوي تبقى فتره مفتوحه، ما فيش يساوي يبقى فتره مقفوله. دي خلي بالك منها. اني احبك في الله يا صديقي. تعالى بقى خش في العك الكبير ده. ايه الحلاوه دي؟ مساله حساب مثلثات تقيله اهي. طرش ظا سيتا ب3 على 4. ماشي. وراجل قال لك حيث سيتا ما بين ال 180 ماشي وال 270. لا استنى عليا، هو ده الربع الكام يا حبيبي؟ ده الربع الثالث. الله، يبقى انا شغال في الربع الثالث. ايوه. طيب انت طالب مني ايه؟ طالب من حضرتك جتا ايه 200 لا 360 ناقص سيتا. شاطر. ناقص جتا 90 ناقص سيتا. تعال نخلص من دول الاول. لازم تعرف يا صديقي ان في زاويتين بس انا بحترمهم، وبقيه الزوايا هفاءات. دول بتحترمهم ليه؟ ال90 وال270 عشان ده بيغير الداله. يعني ايه يغيرها؟ لو هي جتا تبقى جا، ولو هي جا تبقى جتا، ولو هي يعني بيشيل الت، ولو هي قا تبقى قات، وهكذا. طب دي 200 370 360 لا دي هفأ، الجتا ما بتتغيرش وهتطلع زي ما هي جتا سيتا. تعال نشوف الاشاره بقى ودي مهمه قوي. 360 ناقص هنا كده، ناقص هروح الربع الرابع والجتا في الربع الرابع موجبه تسيبها زي ما هي. ماشي.
انا الاشاره ناقص اهي. ال90 بتحول ده احنا بنعملها تعظيم سلام دي. فالجتا هتتحول يبقى اسمها جا سيتا. شوف الاشاره 90 ناقص الربع الاول، فاشارتها موجبه، يعني مالكش دعوه بيها. يعني دي كده بص دي كده خلاص تطلع نفس اشارتها. والسالب السالب دي مش تبع الاشاره. انا ده كله على بعضه ماشي، هيطلع اشارته ايه؟ موجب. في السالب يعني سالب خلاص. فاذا انا محتاج بقى تجيب لي جتا سيتا وجا سيتا. كده المساله خلصت. تعالى بقى على الظا. حلو ده. اول يا صديقي ما اجيب لك جا او جتا او ظا او اي حاجه، اول حاجه تعملها احفظها بقى، تعمل مثلث. اعمل ايه؟ اعمل مثلث. ازاي؟ اهو. تيجي على جنب كده يا صديقي يا محترم وتعمل مثلث حلو زيك كده، وتقول له الزاويه ده انا بسميها سيتا. اوعى في يوم من الايام دي تجيلك سواء في ثانيه ثانوي او في ثالثه ثانوي في فيزياء او في كيمياء او في اي حاجه وتقول له هعمل شيفت تان. ده غلط، ده غلط على طول. يقول لك انت طالب بليد، ما ينفعش. اي داله مثلثيه بعمل لها مثلث. طيب ادى السيتا، انت جايب لي الظا مقابل على المجاور، يبقى ده هي 3 وده هي 4 من فيثاغورس 5. شاطر. فلما اجي اقول لك هات لي جتا سيتا هتقول لي مجاور على الوتر، يبقى 4 على 5. برافو يا ولد. ناقص جا سيتا 3 على 5 المقابل 3 على 5 اهو. كده انت خلصت. بس غلط. ايه الغلط اللي هنا بقى؟ مع اني انا كل اللي عملته صح بس الاجابه غلط. عارف ليه؟ عشان الحته بنت اللذينه ده اهي، الربع الثالث. اوبا الربع الثالث يا صديقي ايه اللي موجود فيه؟ الظا والظطا. يعني ايه؟ يعني هم دول بس اللي اشارتهم موجب، اي حاجه تاني اشارتها سالب. ده انا عايز الجتا. اقول لك لا، ده الجتا في الربع الثالث سالبه، فحط هنا سالب. دي اهم حته. وانا عاوز الجا، لا الجا هنا سالبه فلازم احط سالب. عرفت انا غيرت الاشاره ليه؟ اطرح دول من بعض يطلع الناتج سالب 1 على 5. طب فرضا يا مستر ما حطليش دي، خلاص يبقى ملهاش لازمه، يبقى كل واحده باشارتها. ادام قال لك من 180 ل 270 الربع الثالث، ايه اللي موجب بس في الربع الثالث؟ الظا والظا. حتى لو انت بصيت على الظا اللي هو جايبها بالموجب، انت اي داله هتاخدها تاني تبقى بالسالب يا حبيبي. طب انا عايز جتا، هي فعلا طلعت 4 على 5 بس انا بحط سالب. بتحط سالب ليه؟ مع ان البتاع المثلث ما فيش عليه سالب. اقول لك لا، عشان الزاويه اصلها في الربع الثالث، والربع الثالث يبقى الجتا سالبه والجا برضه سالبه. حسبت دي بالاله الحاسبه يطلع الناتج سالب 1 على 5. اذا كان طول القوس ماشي في دائره يساوي 4 على 9 من محيطها، طول القوس لام 4 على 9 محيطها. كلمه محيطها دي عائده على ايه؟ على محيط الدايره. يبقى اروح اضربه في 2 باي نق. بس سيبها كده، سيبها. فان قياس الزاويه المركزيه المقابله لهذا القوس بتساوي ايه؟ طب يا عم الحاج ايه؟ احنا عارفين سيتا دائري بتساوي لام على نق. شوف اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل؟ لام بكام؟ لام 4 على 9 في 2 باي في نق. كل ده على نق. طب ما تطير دي مع دي. شاطر. 2 في 4 ب 8، يبقى 8 على 9 باي دائري. دي قياس الزاويه بقى الدائريه. كده انت شاطر جدع. بس الراجل عايزها 60. الله. فشيل الباي دي واحط مكانها 180، يبقى 8 على 9 في 180. اصحى. ده 1 ده 20 في 8 ب 160. فكرة جميلة وفكرة حلوة ولذيذة يا صديقي. اللي بعده، إذا قطع الضلع النهائي للزاوية الموجهة في وضعها القياس دائرة الوحدة في النقطة دي، هات لي ظا دي. خلي بالك من دي بقى. والراجل قايل لك ظا سيتا ناقص الباي، هتروح تقول له أنا دي ما أعرفهاش، دي ما بشتغلش عليها، دي لازم تتعكس. يعني إيه؟ فأنا هضطر آخد سالب مشترك. شوف بقى أنا هعمل إيه؟ هاخد سالب مشترك. ليه؟ عشان تبقى اسمها إيه؟ تبقى اسمها باي ناقص السيتا. مفيش حاجه اسمها سيتا ناقص، ما هي الباي دي 180 يا عم الحاج انت، يعني دي اصلا ب 180. فانا مفيش حاجه عندي في المنهج اسمها سيتا ناقص 180، لا اسمها 180 ناقص سيتا. جدع. فعملت ايه؟ انا ظبطتها، خدت منها سالب مشترك، فالسالب تتحط بره نوع، فاصبحت اسمها سالب ظا 180 ناقص السيتا. يلا بينا، يلا تعالى بقى. السالب اهي، ال 180 بتحول الظا؟ لا ما بتحولهاش، فتطلع زي ما هي ظا سيتا. طب 180 ناقص تروح الربع الثاني، الظا في الربع الثاني سالبه، يبقى دي اصبحت موجب. يبقى انا عاوز منك ظا سيتا بس كده. تيجي هنا اهو وتروح تقول له بص يا باشا ايه ده؟ كاف ودي 2 كاف. ماشي. هي دي عباره عن ايه؟ عباره عن جتا وجا. الله اكبر.
طب الظا عباره عن ايه يا ولا؟ عباره عن جا على جت. جدع. الجاب كام يا ابني؟ 2 كاف. والجا كام يا حبيبي؟ كاف. يبقى الناتج يطلع 2. بالسهوله دي؟ ايوه بالسهوله دي. تصدق حلوه؟ انت اللي حلو وجميل والرياضه جميله، بس ما تخافش. كمل معايا حلو يلا. تعالى بقى، جبت لك رسمه اهو مسلم. راجل لك هات لي جاتا سيتا. حلو بقى السؤال. بص يا باشا، اولا دي 13 ودي 5 من فيثاغورس 12، دي اول واحده. فين سيتا؟ سيتا اللي بره. انا مش هعرف اجيبها، ماشي، بس انا اعرف اجيب اللي جنبها، ماشي. او واحد يقول لك الزاويه دي بتساوي مجموع الاثنين ده همت، ماشي. فبص انا هحلها باكتر من طريقه. بص يا صديقي، هروح اسمي الزاويه دي سيتا. لا مش هسميها سيتا بقى، انا هسميها مثلا ايه؟ هسميها اكس. اصحى بقى، هي سيتا، اصحى عشان نشوف الشرح اهو. دي زاويه خارجه، ماشي. طب الزاويه الخارجه عن المثلث بتساوي ايه؟ مجموع الاثنين الداخليتين ما عدا المجاوره لها، يعني هي بتساوي اكس زائد 90، او اعملها العكس احسن. 90 زائد الاكس، صح ولا غلط؟ صح. كمان مره معلش، دي زاويه خارجه اهي، دي زاويه خارجه هتساوي مجموع ده همت ال 90 والاكس، شايفهم؟ ما تاخدش دي، بتاخد المجموع الاثنين دول. شاطر، دي من الاعدادي. تعالى بقى، انت عاوز ايه؟ انا عاوز جاتا سيتا، ماشي. هتبقى هي جاتا 90 زائد الاكس، بس يا برنس، بس. خلاص تعالى بقى. ال 90 بتحول يبقى الجاتا اسمها جا، يبقى انا عاوز جا اكس. طب 90 زائد، هروح الربع الثاني. الجاتا موجبه؟ لا، في الربع الثاني سالبه. برافو. يبقى انا عاوز سالب جا اكس، اروح هنا على الاكس. هي الجاي على ايه؟ مقابل على الوتر، يبقى 12 على 13 قدامها سالب، يبقى سالب 12 على 13. تيجي واحده بقى قاعده لما تقول لك ليه حطيت السالب يا مستر؟ اقول لك يا بنتي يا حبيبتي، ما 90 زائد ال 90 بتحول، الجاتا يبقى اسمها جا، زائد يبقى انا بروح الربع الثاني والجاتا سالبه في الثاني، احط سالب اهو. وصلت كده يا صديقي؟ كده الحمد لله تم بحمد الله مراجعه فرع الجبر وحساب المثلثات. ماشي، المثلثات. بس يا صديقي، اهم حاجه بكره في الامتحان تكون مركز كويس جدا جدا جدا، وبلاش استعجال. وارد يجي لك مساله اول مره تشوفها، وارد يجي لك مساله غريبه. حاول لو حاجه جات لك غريبه او تقيله عليك سيبها للاخر. حاول ان انت تفكر واحده واحده، حاول ما تستعجلش، حاول تدي نفسك تكون هادي في الامتحان. اهم حاجه في الامتحان تكون هادي ومركز، بلاش خوف، بلاش توتر. امتحان عادي جدا جدا، هتيجي اسئله انت شفتها وحليت زيها وحليت اكتر منها واتدربت على الاصعب منها، والامتحان ان شاء الله بامر الله وبعون ربنا هيجي لك حلو وجميل ولذيذ، وتطلعوا من الامتحان تطمنونا. صديقي اني احبك في الله، فصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اسيبكم في رعايه الله يا رجاله.